جاهز تبقى نمبر 1 في الماث؟ دفعه 2026. ازيكم يا رجاله، عاملين ايه؟ عارف ان كتير منكم بيقول ان الماث ماده صعبه ومعقده وما بتتفهمش بسهوله. نفسك تبقى متفوق ومش عارف تعمل ايه؟ يبقى الفيديو ده ليك. معاكم مستر بسام محمد، ماث تيتشر للبريب والسكندري سنتر واونلاين. احنا بفضل الله شرحنا مختلف عن كل اللي ممكن تكون شفته قبل كده. الشرح عندنا بيكون بابسط الطرق اللي تضمن ان المعلومه توصل لك وتثبت في دماغك، طبعا من غير تعقيد وكلام محفوظ، لدرجه انك بتحس انك انت اللي اكتشفت المعلومه بنفسك. وطبعا اكيد ده باستخدام كل الوسائل التعليميه الحديثه اللي تخليك جوه الحصه متفاعل مش مجرد مستمع. الشرح بيكون ماشي معانا خطوه بخطوه، وكل مساله بنفكها اجزاء بسيطه عشان تبقى سهله وتقدر تفهمها بسهوله. وعشان اتاكد انك فهمت 100% بخليك جوه المحاضره تطبق على كل اللي اتعلمته بايدك. الشرح عندنا مش بيعدي مرور الكرام، يعني من الاخر الماث معاك هيكون في التمام. عشان كده وسعنا وجودنا السنه دي بشكل كبير. احنا الحمد لله السنه دي موجودين في 3 سناتر في الزيتون، سنتر اي سي ال، سنتر تومنباي، سنتر اي تو زد. وفي سراي القبه موجودين في سنتر اوزوريس، وفي مدينه نصر موجودين في سنتر تبارك. السناتر دي هتلاقيها متوزعه في اماكن مختلفه عشان تقدر تختار الميعاد المناسب ليك والمكان القريب منك. تعالوا بقى نتكلم على طلاب السنتر. طلاب السنتر ليهم مفاجأة خاصة جدا. طالب السنتر يقدر يحضر المحاضرة مرتين. هتسألني ازاي؟ حضرتك بتحضر معانا المحاضرة في السنتر، وكمان المحاضرة بتتفتح لك على المنصة بتاعتنا. هتقول لي ازاي؟ حضرتك اول ما بتسجل معانا بنجهز لك الاي دي اللي بيكون معاك في كل محاضرة. اول ما بتخش المحاضرة بتسجل حضورك بالاي دي، عشان باستخدام الاي دي ده المحاضرة بتتفتح لك على المنصة اوتوماتيك. طيب ايه فايدة المنصة يا مستر؟ حضرتك بتقدر تشوف الشرح مرة واتنين، ومش بس كده، حل الهوم ورك كمان بينزل لك على المنصة. عشان كده خلي بالك من الاي دي واوعى تنساه. نيجي بقى لتاني عنصر مهم عندنا وهو الهوم ورك. حضرتك اول ما بتخش المحاضره لازم طبعا تسلم الهوم ورك بتاعك بره، وتستلم الكويز الخاص بالمحاضره. ما تخافش، هتاخد وقتك كامل، ودي طبعا فرصه عشان تختبر معلوماتك، وعشان كمان تتاكد ان انت فاهم كل حاجه صح. ودي اول خطوات التميز والتكريم عندنا. احنا مش بنرخم عليك ولا بنعقدها، احنا كل هدفنا ان ايدينا تبقى في ايدين بعض عشان نزرع جواك روح الطالب المتفوق اللي يخش اي امتحان ما يخافش، حتى لو كان امتحان الترم وكان اصعب ما يكون. نيجي بقى لاهم نقطه ودي بتميزنا عن غيرنا كتير، المتابعه. المتابعه عندنا مش مجرد كلام وشعارات وخلاص، احنا بنتابع مع كل طالب حضوره وغيابه وتاخيره، واجباته، درجاته، مع الطالب قبل ولي الامر. وطبعا اكيد ده عشان نحقق هدفنا. طيب يا مستر لو غبت اتصرف ازاي؟ ما تقلقش، مفيش مشكله خالص. هتلاقي نفس المحاضره موجوده على المنصه مع الهوم ورك مع الملزمه مع الكويز الاونلاين اللي انت ممكن تكون هربان منه. وممكن كمان على فكره ترفع لي الهوم ورك على المنصه، وبعدها هفتح لك فيديو حل الهوم ورك خطوه بخطوه، يعني مهما حصل مش هيفوتك اي حاجه. نيجي بقى لطلاب الاونلاين ومميزات المنصه عندنا. المحاضره اللي بتتشرح في السنتر هي نفس المحاضره اللي بتنزل لك على المنصه بنفس الامثله وبنفس الترتيب وبنفس الافكار، كانك قاعد معانا في الصف الاول. وطبعا ما ننساش هينزل لك PDF الدرس، وهينزل لك مع الهوم ورك المطلوب منك والكويز الاونلاين. بعد ما تخلصهم هيتفتح لك حل الهوم ورك اللي انت عملته وسلمته، وكمان هنزل لك حل الكويز اللي انت عملته عشان لو عندك حاجه فيها مشكله تقدر تصحح خطأك بنفسك. ودي مش الميزه الوحيده اللي عندنا في المنصه. انت لو عندك اي سؤال في الفيديو ما انتش فاهمه تقدر تعلق على الفيديو وتسال سؤالك، وهتلاقي اللي هيجاوبك في اسرع وقت. وطبعا ما ننساش هيكون عندك تدريبات اونلاين على كل حاجه اخدتها عشان نضمن فهمك للشرح كويس. وطبعا اكيد ما نسيناش ولي الامر في الاونلاين. عملنا ابلكيشن لولي الامر يقدر من خلاله يشوف ابنه حضر كام محاضره اونلاين، سلم الهوم ورك في ميعاد ولا لا، درجات الكويز اللي خدها كام، عشان تفوقك حاجه تهمنا كلنا. ما تخافش، انت في الاونلاين مش لوحدك، احنا هنكون معاك خطوه بخطوه. الخلاصه يا رجاله، السنه دي مش تعب وشغل وبس، السنه دي فيها تكريمات وجوائز لكل مجتهد. كل مجهود بتبذله بيكون محل تقدير، وهتتكرم عليه قدام زمايلك وكل الناس اللي بيحبوك. احنا مش بس بنعلم، احنا بنبني معاك قصه نجاح، والنجاح محتاج صبر ومجهود، واهم حاجه انك ما تستسلمش وتعمل اللي عليك. وافتكر دايما كل خطوه انت بتتعب فيها انت بتبني نفسك للمستقبل. يلا ابدا السنه دي بقوه، وابدا معانا وخلي السنه دي تكون مختلفه، بدايه تليق بيك. اشوفكم على خير.